نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى نبي الله ورسوله. آخر حاجة وصلنا لها المرة اللي فاتت كانت إيه؟ ألا وهي وصول الحملة الفرنسية إلى السواحل المصرية. وإن عرفنا أوضاع مصر قبل الحملة، وعرفنا أوضاع أوروبا وتدمير فرنسا لبلاد أوروبا واستطاعتها أن تسيطر عليهم، ولكنها لم تستطع أن تضرب إنجلترا فقررت أن تضرب مصالحها في مصر. نابليون بونابرت اللي نيم أوروبا بالكامل من المغرب وقف على السواحل المصرية وبيقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم: إنه من نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية، أو من نابليون بونابرت الفرنسي، إنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إنني ما جئت إليكم إلا لأخلصكم من خطر المماليك، فإن كانوا ملوك هذه الأرض فليرونا الحجة التي أعطاهم الله إياها. طبعا المصريين دخل عليهم الكلام ده بيكملوا قرايه. مين ده اللي بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ نابليون بونابرت اللي نايم اوروبا كلها من المغرب. قرايه العام تقولوا كلام يعقل. اذا الموضوع ما دخلش على المصريين في البدايه، لكنهم كملوا قرايه المنشور. انني اريد ان اشرككم في حكم هذه البلاد، وان هنا بيرغبهم في ايه؟ في الحكم، وانه من رفض وجودنا فان العاقبه على المعتدين. يبقى هو هنا بيتبع معهم اسلوب الترغيب والترهيب، رغبهم في الحكم والتخلص من المماليك، ورهبهم من ايه؟ من انهم ممكن يتضروا لو وقفوا قصاده. دخل الموضوع ده على المصريين يا اولاد، ولا دخل معاهم بجنيه. فقرروا ان هم يعملوا ايه؟ يقاوموه. يبقى تظهر اولى مراحل رفض نابليون بونابرت في مصر من خلال المقاومه في مدينه الاسكندريه. طيب يسقط على كده نابليون بونابرت، نزل في الاسكندريه ودكها بالكامل الى ان تقدم الى منطقه تسمى شبرخيت. بعد شبرخيت يسقط؟ لا، كمل وتقدم الى امبابه. تقدم الى فين؟ عشان في منطقه امبابه يقدر يهزم للمره الثانيه مراد بك وابراهيم بك. يبقى هزمهم المره الاولانيه في شبرخيت والمره الثانيه في موقعه امبابه، بس بعد موقعه امبابه دخل القاهره. يبقى دخل نابليون بونابرت القاهره بعد معركه. خد بالك بقى من نقطه مهمه جدا، نابليون بونابرت مش هيرتاح في مصر. احنا اتفقنا وصلت الحمله في عام 1998 صح؟ 798. في نفس العام في اغسطس، مين اللي كان بيلف عليها وبيدور عليها؟ نيلسون، قائد الاسطول البريطاني. نابليون بونابرت بيقول ايه؟ وصلنا القاهره هنستريح بقى. جري عليه واد رخم. خد بالك الواد الرخم ده هيفضل موجود معايا من اول الدرس لاخر الدرس. الحق يا نابليون! قال له تعالى يا ابن الفقريه، تعالى يا حبيبي، عايز ايه؟ قال له نيلسون عثر في الاسطول الفرنسي في البحر المتوسط وهتك يا ضرب في ابو قير البحريه. يبقى تم تدمير الاسطول الفرنسي في معركه ابو قير البحريه. وهنا يظهر عندي قوه جديده على السواحل الشماليه المصريه كمحاصره ليها، هي القوه الانجليزيه. يبقى عندي دلوقتي انجلترا بقت محاصره السواحل الشماليه. خد بالك عشان هي معركه ابو قير ممكن تجي لي في نقطه مهمه. ايه هي النقطه دي؟ يجي يقول لك تحطمت امال الحمله بعد معركه شبرخيت، معركه امبابه، معركه ابو قير البريه، معركه ابو قير البحريه. ابو قير البحريه هي ممكن تجي لي يقول لي تم قطع الاتصالات ما بين الحمله وما بين فرنسا بعد النقط، معركه ابو قير البحريه، قطع الامدادات ابو قير البحريه، القضاء على امال الحمله في اقامه مستعمرات في شمال افريقيا، كل ده ابو قير البحريه. نابليون طلع بسرعه وراح محصن السواحل بتاعته عشان الانجليز ما يقدروش يحتلوا مصر وينزلوا منها، وبالتالي اصبحت الحمله محاصره في مصر. اتفقنا هيلحق نابليون يستريح؟ والله ابدا.
اول ما هيرجع من ابو قير البحريه هيسمع عن حركه ان المماليك قطعوا طريق التجاره فين؟ طريق التجاره فين؟ في الصعيد. طريق التجاره النهري في الصعيد قطعوا المماليك، فيقرر انه ينزل بحمله جديده على ايه؟ على الصعيد، هيبقى اسمها حمله الصعيد. طب تقعد على ايه؟ تقعد 10 شهور. على رأي محمد رمضان اللي مع صعيدي بيتورط يبقى في عمره بيفرط. نابليون بونابرت اللي دمر اوروبا بالكامل ونيمها من المغرب، هيقدر ان هو يخمد الصعيد؟ لا، 10 شهور كامله بيحاول بس هيفشل. طب ممكن حد فيكم يوضح لي اسباب الفشل؟ ايه هي اسباب الفشل؟ اتفضلي يا جوي. سبب عدم دراسة الفرنسيين ومعرفة مصر. ماشي، يبقى ده عدم دراسه الجغرافيا. الوحدة وإن ما كانش في جزيرة عربية تحت الصعيد. خليها في الاخر عشان ده تضمن عربي. وأيضا اللي هو المماليك الأهلي. طب ما هم المماليك اصلا اللي قاطعين طريق التجاره. ما هم المماليك اللي مساعدين الصعيد في قطع طريق التجاره، الاثنين مع بعض من الاول. يا راجل حرام عليك. هو هنا مش دارس الجغرافيا، كمان المناخ. هو الفرنساوي، انا اسف في اللفظ، الوزبوز الصغنون ده ابو عين صفرا، ابو عين زرقاء وشعر اصفر وابيضاني، هيستحمل درجه حراره ال 50 اللي في الصعيد؟ هناك في فرنسا درجه الحراره طلعت ل 36 37، مش بيرشوا ميه في الشارع، نزلوا في النافوره بتاع برج ايفل، قلعوا كده ونزلوا في النافوره 36 37. احنا هنا 37 وبيقول يا اليوم طراوه يا ولاد. يبقى اول واهم حاجه عدم ملائمه المناخ. يبقى دي اول نقطه، ودي من ضمن النقط المحوريه. تاني حاجه عدم دراسه الجغرافيا، لازم افهمها بقى. يعني ايه عدم دراسه الجغرافيا؟ جغرافيا الوادي غير جغرافيا الدلتا. الوادي هنا فيه جبال، وهنا في جبال البحر الاحمر، كل دي جبال، وهنا في وديان، ووديان جافه كانت تبع نهر النيل زمان، وديان وجبال وهضاب. عكس الدلتا هنا منبسطه، دخل شبرخيت بسهوله، دخل امبابه بسهوله، ارض كده مفتوحه قدامي. هو مش عارف الجغرافيا بتاعتها، فبالتالي خد بالك من اللي جايه دي. اتباع الصعايده ايه؟ حرب المناوشات. انا نابليون بونابرت واقف هنا اهو، فجاه لقيت قفا بينزل عليا، لسه ببص كده، خد يلا تعالى بجري وراه، لقيت قفا تاني. دي اسمها حرب المناوشات. نابليون بونابرت جيش نظامي بيمشي بالمنظر ده كده، هم ثابتين على موقفهم كوحدات عسكريه، بس الصعايده راكبين خيول، ينزل يضربوا هنا في الوادي من قفا ويرجع يستخبى في الجبل. نابليون بونابرت عارف الجبل، عارف الدهاليز والمخابئ، بس الصعايده عارفينهم. لما عرف اهل الجزيره العربيه وبلاد الحجاز ان اخواتهم في مصر، هنا في بلاد الحجاز، ان اخواتهم في مصر بيحاربوا في الصعيد المحتل الفرنسي، هوب يلا يا واد دهشان بيتخانقوا في مصر مع نابليون بونابرت. هوب راح ناطط في الميناء ووصل هنا. يبقى اخر حاجه عندي اسمها امدادات بلاد الحجاز. يبقى انا عندي دلوقتي فشل حمله نابليون على الصعيد اللي قعدت 10 شهور بسبب ايه؟ عدم دراسه الجغرافيا، عدم ملائمه المناخ، حرب المناوشات وامدادات بلاد الحجاز. وامدادات بلاد الحجاز كده ما بين قوسين هكتب التضامن العربي. وخد بالك من التضامن العربي عشان هيجيني تاني كده. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي اسباب فشل حملته على الصعيد، يلحق يستريح. رجع وهو مهزوم من الصعيد وعامل كده مش قادر. لا، المصريين واقفين له عند الازهر. ثوره حتى النص، ثوره في كل شوارع مصر. عايزين ايه؟ عايزين ايه يخلصوا؟ قالوا له انت رفعت علينا الضرايب وفتشت البيوت وانتهكت الحرمات. هنا نابليون يسكت؟ لا، اخضع ثوره القاهره بالعنف، وقبض على المشاركين فيها وقدمهم للمحاكمات. وهنا تم اخضاع الثوره بالعنف، وفيها ارتكب خطا بشع، الا وهو ان هو دخل الازهر بالخيول. يبقى هنا هو اعتدى على حرمات المصريين الماديه والمعنويه والدينيه. وده اللي هيخليه يدرك تماما بعد شويه انه لا استحاله البقاء في مصر. اتفقنا ان في راجل رخم ريزين من الحمله الفرنسيه. يا نابليون تعال قول الخبر الوحش بسرعه. قال له الحق،
في تحالف روسي عثماني جاي لك من الشمال الشرقي. قال له جاي منين؟ قال له جاي من الشام. وخد بالك ان الجغرافيا بقى، بص في النقطه دي، الجغرافيا مرتبطه عندك بالتاريخ. عندك في الجغرافيا هتدرس حاجه اسمها نظريه الدفاع بالعمق. هيجي في التاريخ سؤال ويجي يقول لك كما درست بالجغرافيا نظريه الدفاع بالعمق طبقها نقط من القاده. نابليون بونابرت، كليبر مينو. مين؟ نابليون بونابرت. يعني ايه نظريه الدفاع بالعمق؟ بدل ما استنى ان التحالف ده يجي ويبقى في معركه هنا جوه مصر، لا، انا هخرج من مصر اقابلهم في الشام، لو خسرت في الشام اتحصن تاني في مصر. يبقى هنا انا بقابلهم بدل المره ايه؟ 2، ما استناهوش هو يجيني هنا ويضربني، بدافع عن نفسي بره. حلو، وصل الى منطقه هنا اسمها يافا. يافا استسلمت له 4000 مقاتل. استسلموا، يسكت؟ لا، قتلهم. فارتكب فيهم مذبحه يافا. مذبحه يافا ادت الى ايه يا استاذه جمانه؟ ادت له وهو راجع بالجيش، هنشوفها بعد شويه، هيتصابوا بالطاعون. طيب معايا يا عمر؟ طيب وصولهم الى المنطقه الروسيه العثمانيه، وصلوا الى منطقه اسمها عكا. منطقه قرب منطقه التحالف. منطقه عكا هيقدر نابليون بونابرت ان هو يخترقها؟ لا. ليه؟ مجموعه من العوامل. ايه هي؟ لا خالص. هو لسه هو اصلا ما اقتحمهاش، عشان اقول تعب او ما تعبش. هو ما دخلهاش، هو واقف وبيضرب بالمدفع. ايه المتعب في كده؟ اول حاجه ارتفاع اسوار عكا. عكا اسوارها مرتفعه جدا عن ان هم يقدروا يوصلوا لها. تاني حاجه قربها من البحر. قربها من البحر، يبقى موقعها الجغرافي. بص موقعها الجغرافي فين؟ على البحر المتوسط. الله، مين اللي بالاصفر ده؟ يبقى انجلترا راحت مدت عكا بما تحتاجه، يبقى جالها امدادات من الاسطول الانجليزي، يبقى موقعها الجغرافي. ثالث حاجه اقتراب وصول التحالف الروسي العثماني. نسكت على كده؟ قال لك لا، ده استبسال قائدها احمد باشا الجزار. قائدها احمد باشا الجزار قال لك مش هيخشوا على جثتي. يبقى كده فشلت حمله نابليون مرتين، المره الاولانيه على والمره الثانيه على الشام. طب بتاعت الشام فشلت ليه؟ ارتفاع اسوارها، قربها من البحر، اقتراب وصول التحالف، واستبسال قائدها احمد باشا الجزار. سهله وبسيطه؟ فيها اي مشكله؟ تعالى ننتقل للنقطه اللي بعديها. نابليون وهو راجع اتفقنا انه هيعدي على يافا اللي ارتكب فيها المذبحه وساب الجثث في الشارع، فاصيب بعض من رجالته بمرض الطاعون، فاثار الحمله اجلها، ونتكلم عن الاثار الصحيه بتاعت الحمله. المهم الراجل ده رجع يلحق يستريح. فاكرين نفس الراجل الراجل؟ يا نابليون تعال 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 يا فرحه امي، تعال. مالك يا حبيبي؟ قال له والله في اوروبا حصل حاجه مهمه جدا لازم اقولها لك. قال له احكي بسرعه. قال له النمسا وانجلترا تحالفوا على فرنسا وبيهاجموها باكثر من جيش. قال له انا عايز ايه؟ قال له فرنسا تناديك يا حبيب اخوك. اذا هنا نابليون بونابرت محتاج ان هو يخرج من مصر عشان يلحق فرنسا. هيخرج من مصر سرا. هيخرج ايه؟ سرا. يبقى نابليون بونابرت خرج من مصر سرا. كليبر نايم اللي هو القائد الثاني للحمله. يا نابليون صباح الخير. يا نابليون صباح الخير. فين ايه الورقه؟ من نابليون بونابرت الى كليبر، انت الان قائد الحمله الفرنسيه على مصر. اتمنى لك قياده جيده. يعني نابليون ما تهزرش. يعني نابليون بعد اذنك لو ده مقلب ممكن ترجع بس نتكلم وبعد كده امشي على طول. يعني انت سايب لي الحمله متحاصره من اهالي الصعيد من الجنوب،
متحاصره من الانجليز من الشمال، في تحالف روسي عثماني جاي من الشمال الشرقي، ده غير المصريين اللي مش حامدين وعمالين يعملوا ثورات. يا نابليون بليز ممكن حضرتك ترجع؟ انا اسف. طب تيجي تمسك الحمله اللي حضرتك جايبنا بيها. كليبر ما كانش من انصار البقاء في مصر. فلما تولى ومسك المسؤوليه في عام 1800 قرر مباشره يتصل بالسلطان العثماني. الو حضرتك كنت عايز مصر؟ ابوس ايدك تعال خد. تعال مش انا مش هختلف والله. وهيتقابلوا في منطقه العريش. يبقى يتقابلوا فين؟ في منطقة العريش سنة كام؟ سنة 1800. مقابلتهم في منطقة العريش هتسفر عن ما يسمى بمعاهدة العريش بنفس الاسم. معاهدة العريش هتبقى بنودها ايه؟ مهمة جدا جدا. عارف معاهدة العريش يا عمر؟ ايه؟ يبقى خروج فرنسا بكامل عتادها على ايه فرق؟ يبقى على وصول الدولة العثمانية. الله، يعني ايه دلوقتي خرجت بكامل سلاحها وعتادها وعلى وصول الدولة العثمانية بس كده؟ لا، الدولة العثمانية تدفع تعويض كمان عن الاسطول الفرنسي اللي اتدمر. فيجي سؤال ويقول لي بما تفسر كانت شروط معاهدة العريش مجحفة بالنسبة للدولة العثمانية؟ وضح. مجحفة يعني شديدة قوي، يعني رخمة. ليه؟ اولا الدوله العثمانيه هتخرج فرنسا بكل حاجه لقيتها في مصر، كل حاجه لقيتها في مصر هتاخدها وتمشي، ده اول حاجه. ثاني حاجه على حسابها بفلوسها، وهتديها تعويض كمان عن الاسطول الضامن. بس كده؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ مش احنا قلنا دلوقتي ان هي هتدفع تعويض؟ يبقى تدفع تعويض ويخرجوا بكامل سلاحهم واي حاجه يلاقوها، وهيخرجوا بكامل عتادهم اللي هو السلاح. طيب السلطان العثماني وافق عشان هو عايز مصر، والفرنسيين وافقوا عشان خلاص موقفهم ضعيف. الجنود بتقل كل مدى بسبب المشاكل اللي موجوده، والامدادات قليله ومتحاصرين من كل جانب، احنا مضطرين ان احنا نخرج. مين اللي هيرفض؟ ليه ترفض انجلترا؟ كان عايز الفرنسيين اذا يعني. لا، هتعالى نقولها بشكل شيك شويه. بص، انجلترا قالت للسلطان العثماني مش احنا عاملين تحالف عشان نخرج دلوقتي فرنسا من مصر؟ ازاي يا راجل يا عره تعمل اتفاق من غيري؟ معلش يعني الناس في اللفظ، تعمل اتفاق من غيري ازاي؟ تعالوا نقعد نتفق. انا محاصر مصر والسواحل المصريه من 1798 لسنه 1800. بدفع موارد، بدفع اكل وشرب للجنود، بدفع اصلاحات سفن. يعني ايه يخرجوا كده ايزي؟ الناس دي لو تخرج اسرى حرب. يعني ايه يا حبيبتي اسرى حرب؟ لو حد فيكم شاف الفيديوهات بتاعت حرب 73، احنا باعتين الاسرى الاسرائيليين ببيجامات كاستور. هقولها لك. شفت الفيلم بتاع زكي شان اللي هو اخش اجيب لك سطر الجلاليب من جوه؟ شفتوا الجلاليب الابيض في لبني دي هي اللي خرج بيها اسرى حرب 73. بس في العصور الوسطى بقى كانوا حتى دي من غيرها. يبقى هو ده كليبر. لما عرف الحوار ده قال لك انا كليبر قائد جيوش فرنسا في مصر، قائد الحمله الفرنسيه، وانا مروح اتصل بمراتي اقول لها شوفي لي جلابيه، اروح كده شوفي لي جلابيه عشان اروح، والله ما يحصل. وكانت بالفعل القوات العثمانيه بدات تنزل فوقيه، فيجري كليبر عشان يطردهم. المره دي بقى المعركه اسمها ابو قير ايه؟ ابو قير البريه. المصريين عرفوا ان العثمانيين نزلوا ناحيه ابو قير واحنا نموت في الزيطه، فراح عاملين ايه؟ ثوره حتى النصر، ثوره في كل شوارع مصر. ثوره القاهره كام؟ الثانيه. طبعا احنا اتفقنا كليبر لا طايق نفسه ولا طايق مصر ولا المصريين ولا العثمانيين ولا الجيش اللي هو معاه. رجع لقى المصريين قافلين حي بولاد. مالكم يا جماعه؟ فيكم ايه؟ الله يهديكم. قالوا له انتوا اقتحمتوا الازهر بالخيول ورفعتوا علينا الضرائب وهدمتوا ابواب الحارات وانتهكتوا الحرمات. قال له اه، والمطلوب رحيل القوات الفرنسيه عن مصر. قال له ماشي، انا مفيش حين نهد والله يا حبايبي. بصوا يا قوات فرنسا كلكم اطلعوا على جبل المؤخر، تمام؟ اطلعوا فوق كده، اطلعوا فوق وانا جاي لكم. السلام عليكم.
وساب المصريين ما اتكلمش معاهم خالص، طلع فوق جبل المقطم وجه كل المدافع ناحيه حي جولان. يلا يا شباب كله جاهز؟ اضرب. كلمه اضرب كان الحي بيبدا يتدمر بالكامل. اتمسح حي جولان من على الخريطه. وهنا نزل كليبر وهو مش طايق طبعا المصريين، اي حد يلاقيه عايش يضربه بالنار. مين اللي شاف هذه المهزله الكبرى؟ شاب سوري مقيم في مصر اسمه سليمان الحلبي. سليمان الحلبي اقسم بعدما راى على ان يقتل كليبر. قسما بعظم لا اقتل هذا الرجل، وبالفعل يتسلل الى قصره يقتل كليبر ويتقبض على سليمان الحلبي ويتم اعدامه. وهنا بعد ان قتل كليبر مين اللي هيتولى؟ القائد الثالث للحمله ومسؤول المشروعات الصناعيه فيها مينو. يتولى مينو، وعلى العكس من كليبر كان حابب البقاء في مصر وكان بيكره كليبر لدرجه ان هو هيسلم بعد كده ويتزوج مصريه وهيقيم في مصر. ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن بعد ما كان عنده مشروع اسمه مشروع مينو العظيم عايز ينفذه في مصر. تهزم القوات البريطانيه في عام 1801 القوات الفرنسيه في الاسكندريه، ويدخل مصر التحالف الانجليزي العثماني، وبذلك تخرج الحمله الفرنسيه في مصر، ولكن تترك كل ما عثرت عليه في ايد الاسطول الانجليزي. فهنا السؤال يجي يقول لك على الرغم من ان حجر رشيد احد الاكتشافات الفرنسيه الى انه يعرض في متحف لندن، وضح ذلك. هتقول لي بعد ايه؟ بعد هزيمه قوات انجلترا للفرنسيين في مصر في 1801 اخذوا منهم كل ما عثروا عليه فين؟ في مصر، من ضمنها حجر رشيد، وبالتالي حجر رشيد اللي عثر عليه الحمله الفرنسيه، بس بيعرض فين؟ في انجلترا. تمام كده؟ وبالتالي خرجت الحمله الفرنسيه من مصر في عام 1801 لينتهي الجزء الثاني والدرس الثاني من الفصل الاول، نزول الحمله الفرنسيه الى مصر. الى اللقاء في درس قادم باذن الله.